بخطوات ثابتة وأيد مفعمة بحمل هم الاكتشاف يلج عالم الفلك الجزائري لطب نطير مكتبه بولاية البليدة بصفة دورية لإتمام بحوثه وتطويرها سعيا منه لاكتشافات جديدة تخدم البلاد والعباد. بونطير استوقفه ذات يوم الحديث النبوي القائل: المؤمن لأخيه كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. ومن هنا بدأت رحلة بحوثه في اكتشاف نمط بناء جديد ذكي مقاوم لمختلف الظواهر الطبيعية. بدأت هذا التفكير عندما قرأت الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول أن المؤمن لأخيه كالبنيان المرصوص، وأشار بأصابعه إلى هذا الشكل وأعطى تفسير هذا البنيان المرصوص، وقال البنيان المرصوص هو الذي يشد بعضه البعض. هذا النمط الجديد من البنايات الذكية التي اخترعها لطب نطير هدفها الأساسي مقاومة مختلف الظواهر الطبيعية من الزلازل والفيضانات والبراكين التي لا تزال تهدد أمن الدول وبالخصوص الجزائر في السنوات الأخيرة. خصوصية هذا النمط من البناء يكمن في أخذه بعين الاعتبار شكل البناية، بحيث تكون تناظرية دائرية وشبه دائرية على شكل مثلثات ومربعات. مركز ثقلها يكون دائما في أسفلها أو في وسطها يعلوها عمود حديدي يمتص طاقة. خصوصيتها هي أنها تأخذ بعين الاعتبار شكل البناية اللي هو كان مهمل عالميا إلى يومنا هذا، والبحوث أثبتت أن الأشكال التناظرية اللي هي دائرية أو شبه دائرية أو حتى اللي عندها أضلاع متساوية، مثل المثلث المتساوي الأضلاع أو المربع ناهيك على أشكال أخرى، هذه كلها البحوث ثبتت أنها تقاوم أحسن مختلف الكوارث الطبيعية للأسباب التالية. هذه الأشكال تجعل مما يسمى بمركز الثقل للبناية يكون دائما في أسفل البناية وفي وسطها وفي مكان آمن. للإشارة فإن هذا النمط من البناء هو امتداد للبناء العربي الإسلامي الذي كان يعتمد عليه في حياته، ويعمل بونطير اليوم على تطويره وتحسينه. تعتبر امتداد لما يسمى بنمط البناء العربي الإسلامي، لأن حضارتنا من القديم تبني بأشكال دائرية تناظرية، فنحن نطور هذا النمط الجديد. بونطير حمل هم أمن بلاده وتطورها كمبدأ لا جدال فيه، وقدم مشروعا للسلطات العليا لبناء مدينة جديدة ذكية في بوغزول، إلا أن أصحاب القرار رفضوا، يقول محدثنا. هذا النظام الجديد تاع مدينة بكاملها ذكية مقاومة للكوارث الطبيعية ومستجيبة للمقاييس البيئية اقترحناه لمشروع بوغزول، والناس مشوا معنا في البداية، ولكن غيروا الآن الاتجاه وأرادوها مدينة بسيطة صغيرة تاع سنوات الستينات والسبعينات. هذا الرفض لا يثير الدهشة فقط، إنما يطرح علامات لا متناهية من علامات تعجب حول تمادي صناع القرار ببلادنا في تجاهل علمائها واختراعاتهم التي يذهب بعضها سدى وأغلبها تسرق من قبل الدول الأجنبية. يا للأسف الشديد كما قلت لكم، نحن بلدنا غنية بالعلماء وبالأفكار وبالاقتراحات العلمية، ولكن لا اعتبار للعلم والعلماء في بلدنا، بل أكثر من ذلك أفكارنا تسرق وتطبق في بلدان أخرى. الأشكال التي شاهدتموها هنا الآن كلها راها تبنى في الخارج من 2008 إلى يومنا هذا. المؤمن لأخيه كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا الحديث الشريف انطلق لطب نطير العالم الجزائري في بحوثه ليصل إلى فكرة من أجل إعادة رسكلة طريقة البناء في العالم، حماية من الزلازل والبراكين وكامل الظواهر الطبيعية التي لطالما عانت ولا زالت تعاني منها البشرية جمعاء، إلى أن للأسف الشديد الدولة لا زالت لا تبالي بهذه البحوث، ولا زالت الظواهر الطبيعية تعاني منها الأمة الجزائرية
كير بالقاسم من مكتبي لطب ناطير الباحث الجزائري بولاية البليدة إلى قناة الجزائرية.